واش ممكن منتخب يلعب كأس العالم وعارف أن الهزيمة ربما تكلف حياته؟ اليوم غادي نمشيو لواحد من أكثر المونديالات ظلاما وإثارة الجدل في التاريخ، مونديال 1934. المونديال اللي كيقولوا عليه بزاف المؤرخين أنه ما كانش بطولة كرة القدم فقط، بل كان مشروع سياسي ضخم ديال واحد من أخطر الديكتاتوريين في التاريخ، بينيتو موسوليني. إيطاليا الفاشية كانت باغا تبهر العالم. موسوليني اللي أصلا ما كانش من عشاق كرة القدم فهم واحد الحاجة مهمة جدا، أن كرة القدم ممكن دير هذاك الشيء اللي ما تقدرش عليه الدبابات والخطب السياسية. ولهذا السبب قرر أن كأس العالم خاصها تكون ملك لإيطاليا، حتى أنه كان باغي يسميها كأس دوتشي، والدوتشي هو اللقب اللي كان كيتعرف به اللي هو القائد. قبل بداية المونديال بأيام جمع موسوليني لاعبي المنتخب الإيطالي، والرسالة كانت واضحة وبسيطة: خاصكم تربحوا الكأس، ماشي طلب ماشي أمنية بل أمر. حتى أنه قال رئيس اتحاد كرة القدم الإيطالي: ما يهمنيش كيفاش، ولكن إيطاليا خاصها تربح كأس العالم. واللعابة فهموا الرسالة لأنهم كانوا كيعرفوا مزيان شنو يقدر يدير النظام الفاشي اللي كيخالف أوامر ديالو. واحد من اللاعبين إيطاليا قال لاحقا: لو خسرت ربما ما كانش غادي نبقى حي. المثير أكثر أن حامل اللقب منتخب الأوروغواي رفض أصلا أنه يشارك في البطولة كنوع من الاحتجاج على النظام ديال موسوليني. لكن المونديال بدا وبدات معاه الفضائح. أول عاصفة كبيرة جات ضد منتخب إسبانيا، مباراة عنيفة بشكل غير طبيعي، ضرب، تدخلات خطيرة وإصابات بالجملة. الإسبان سجلوا أهداف لغاها الحكم وسط احتجاجات كبيرة، وفي النهاية تأهلت إيطاليا. أما الحكم فتم التوقيف ديالو لاحقا مدى الحياة من إدارة المباريات الدولية. لكن هذا الشيء اللي قلنا ما كانش هو نهاية الجدل. في نصف النهائي ضد النمسا، المنتخب اللي كان مرشح أنه يفوز بالكأس، جاء هدف لصالح إيطاليا وسط احتجاجات على وجود تسلل. والأغرب أن حكم نفس المباراة كان تعشى مع موسوليني في الليلة ديال المواجهة. الشكوك بدات كتكبر يوم بعد يوم. وصلنا للمباراة النهائية ديال مونديال 1934، إيطاليا ضد منتخب تشيكوسلوفاكيا. 45 ألف متفرج في المدرجات، أغلبهم من أعضاء الحزب الفاشي الإيطالي. موسوليني جالس في المقصورة كيراقب كل شيء. الماتش كان صعيب وتشيكوسلوفاكيا هما اللي سبقوا الهدف الأول. فجأة الصمت نزل على الملعب، لأن الجميع كان عارف أن الخسارة ما غاديش تكون مجرد خسارة رياضية. وقبل نهاية المباراة بدقائق، إيطاليا عادلت النتيجة وسجلت هدف فوز في الاشواط الاضافيه. الملعب انفجر بالفرحه، وموسوليني حصل على الصوره اللي كان باغيها من الاول، صوره البطل، صوره الزعيم المنتصر، صوره النظام الفاشي اللي كيهزم العالم. لكن الجدل ما ماتش الى اليوم. كاين اللي كيشوف ان مونديال 1934 كان واحد من اكثر المونديالات اثاره للشكوك في التاريخ، وكاين اللي كيشوف ان ايطاليا كانت قويه فعلا واستحقت اللقب. لكن المؤكد ان اللاعبين الايطاليين دخلوا الملعب وهم حاملين اكثر من مجرد حلم التتويج، كانوا حاملين خوف حقيقي، خوف جعل احد ابطال ذلك الجيل يقول بعد سنوات: ما ربحناش الكاس فقط، بل ربحنا حياتنا ايضا.